الرحيم. آه النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس السوفت وير. زي ما اتفقنا كده احنا هنتعامل مع كل البراندات ان شاء الله، وهنشرح كل براند خطوة خطوة. طيب، اول براند هنشتغل عليه ان شاء الله النهارده. اول محاضرة الاولى هي أجهزة السامسونج. نعرف ايه عن أجهزة السامسونج. اول حاجة نعرفها هي انواع المعالجات اللي بتستخدمها سامسونج. يبقى اول حاجة هنتعلمها النهارده او نعرفها هي انواع المعالجات. اول نوع من المعالجات بيستخدمه سامسونج، وهو يعتبر المعالج الرئيسي عند سامسونج، واللي مش بتستخدمه حد غيرها يعني هو سامسونج بس اللي بيستخدم المعالج ده. ما تلاقيش اي جهاز تاني او اي براند تاني بيستخدم المعالج ده غير سامسونج. طبعا هو معالج الاكزينوس. يبقى اول حاجة عندي اعرفها رقم واحد ان المعالج الاولاني عندي معالج الاكزينوس. طيب، معالج الاكزينوس ده قلنا سامسونج بتستخدمه بنسبة، يعني عايز اقول لك 60%. هو المعالج الاساسي، ومفيش براند تاني بيستخدمه سامسونج. معالج الاكزينوس ده لما اجي اتعامل معاه في اي معاملات بستخدم ادوات. ايه الادوات اللي تستخدمها مع معالج الاكزينوس؟ طبعا الاداة الاساسية في التعامل مع الاكزينوس هي اداة الشميرة. يبقى الشميرة هي الاداة الاولانية والاساسية، تعتبر يعني بنسبة 100% بتشتغل اكزينوس الشميرة. طب، بعد الشميرة في حاجات تانية نزلت زي مثلا السيجما. في السيجما، وفي أداة زد 3 اكس منزلة أداة اللي هي بتسميها سامسونج تول زد 3 اكس. زد 3 زد 3 اكس خليها في سطر لوحده. زد 3 اكس سامسونج تول. ده يبقى الادوات اللي بتدعم الاكزينوس المعالج ده. يعني لما جينا معالج اكزينوس بنفكر في الادوات دي: الشميرة، السيجما، والزد 3 اكس سامسونج تول. طب ايه المعالج التاني؟ احنا قلنا خلاص ان في معالج الاكزينوس. المعالج التاني طبعا معالج معالج الكوالكم. ده يعتبر المعالج التاني اللي بتستخدمه سامسونج. طيب، ده هو المعالج التاني اللي بتستخدمه سامسونج. ايه الادوات اللي هستخدمها مع المعالج ده؟ ممكن استخدم انلوك تول، ممكن استخدم اي اف تي، انلوك تول، وعندي اي اف تي. ممكن استخدم تي اس ام، بالاضافه طبعا للشميره والسيجما والكلام ده شغالين برضو معانا في المعالجات دي. بس يعني احنا بنسترخص، يعني الانلوك تول والاي اف تي والتي اس ام
بيبقوا ارخص في الايجار، او ارخص لو مش ما عنديش اداه وعايز اجرها، بيبقوا ارخص في الايجار من الشميره والسيجما والكلام ده. طيب بعد كده المعالج اللي بعد كده اللي بتستخدمه برضو سامسونج، هو معالج مشهور جدا عندنا، معالج ام تي كي او ميديا تك، نكتبه لك حتى بالعربي، معالج ميديا تك. طب لو عندي معالج ميديا تك، كل الادوات اللي فوق دي تصلح. يعني المعالج ده يعني بنقول عليه معالج مباح، معظم الادوات بتشتغل على الميديا تك، حتى الادوات المجانيه بتشتغل على الميديا تك. وطبعا اخر معالج عندنا بتستخدمه هو معالج السبريد، اللي احنا بنسميه اس بي دي. معالج معالج برضو معالج معالج هكتبوها حتى بالعربي، هو المفروض اس بي دي، هكتبوها حتى اهو اس بي دي، اس بي دي اللي هو السبريد. وبرضو بتعامل مع السبريد ده، من احسن ادوات التعامل مع السبريد في المعالجات. عندي اداة تي اف ام، اداة تي اف ام، وعندي الدي اف تي برو، ودي اف تي برو. يبقى كده انا لخصت لك المعالجات اللي احنا هنتعامل معاها في السامسونج. هما تاني اقولهم كده 4 معالجات: الاكزينوس، وغالبا هنتعامل مع الشميرة او السيجما. المعالج التاني الكوالكم، وده اقدر اتعامل مع اللوك تول وتي اس ام واي اف تي. المعالج التالت الدي اف الاميدياتك، ده من اي ادوات نقدر نتعامل بيها، اي ادوات نقدر نتعامل بيها. سبريد برضو ادوات شغاله، بس بنسبه كبيره بنتعامل مع التي اف ام والدي اف تي برو. لو ادوات مش موجوده معانا بنأجرها عادي، السيرفر مليان ايجار واسعار رخيصه يعني، ممكن نأجر يوم او اتنين 48 ساعه على قد كام عمليه يعني. طيب الحاجه اللي بعد كده، نيجي بقى كده احنا هنبدأ من البدايه خالص. هنبدأ عندي من البدايه خالص. هنخش في صفحه جديده اهو عشان نبدأ نشوف اول حاجه. اول حاجه عايز اعرفها طريقه الدخول لوضع الريكفري. يبقى اول حاجه اللي هي طريقه الدخول لوضع الريكفري. طب انا عايز اخش وضع الريكفري ليه؟ يعني ايه السبب عايز ادخل الموبايل بتاعي وضع الريكفري ليه؟ اول حاجه بدخله عشان اقرا معلومات الهاتف، اقرا الفلاشه اللي عليه. يبقى السبب ان انا عايز، المطلوب هو قراءه معلومات قراءه معلومات الهاتف. عايز اقرا المعلومات اللي على الهاتف عشان احدد الفلاشه اللي عليه او اصدار السوفت وير اللي عليه. طيب لو كان الجهاز شغال طبيعي، يعني لو الجهاز اصلا شغال طبيعي، انا مش محتاج ادخله ريكفري. ليه بقى؟ هخش انا على طول على الاعدادات. يعني لو الموبايل شغال طبيعي، كل اللي بعمله
ان انا ادخل على الاعدادات سيتنج. من الاعدادات بدخل على حول الهاتف، حول الهاتف، وبعدين بدخل من حول الهاتف على معلومات البرنامج او اصدار البرنامج. ساعات نلاقيها كده او كده، معلومات البرنامج او اصدار البرنامج. طيب دخلت، الهدف ان انا اقرا الفلاشه اللي على الجهاز. الفلاشه دي بقى هتتكون من ايه؟ تعالى كده نفترض معايا، نفترض ان انا معايا اي جهاز سامسونج، وليكن مثلا جهاز سامسونج، نختار اي موديل ايه مثلا 51، يعني مثلا هختار مثلا اي موديل ايه 51. الجهاز جالي مهنج وعايز افلشه، يبقى لازم اول حاجه اقرا الفلاشه اللي على الجهاز. دخلت الاعدادات، تحول الهاتف، معلومات البرنامج. طب ايه اللي هلاقيه بقى؟ تعالى كده لما نشوف كده حاجه، مثلا لو دخلنا كده هنا، دخلنا وقلنا هنيجي نكتب هنا ايه 51، ماشي كده. عندك بقى انت هتلاقي ايه 51 ده فيه ايه 51 اف، ده ايه هتلاقيه مكتوب كده على الشاشه لما تيجي تخش ريكفري ايه 515 اف، ايه 515 اف. انا هسيبه ايه 51 كده، وهدوس جنبه كده كلمه فريم وير، فريم عشان انزل فلاشه بقى، فريم وير، واطابقها بالفلاشه اللي معايا. انا اهو دخلت الموقع بتاع سام اف دبليو، ده اشهر المواقع اللي تتحمل منها فلاشات. بص يا سيدي بقى، انت في مصر، يبقى لما تيجي تحمل فلاشة دولتك يستحسن يعني، هي مش هتأثر بس يستحسن. هتيجي تحت هنا هتختار افريقيا، هتلاقي هنا مصر من ضمن ايجيبت. طب ما لقيتش ايجيبت يبقى اخد اقرب حاجة، يعني مثلا لو ما لقيتش ايجيبت ممكن اختار ليبيا، اهي جنبنا، تونس، اي دولة من دول مفيش مشاكل. طب لو اخترت انا اهو، دخلني هنا على الصفحة اللي بعد كده. بص يا سيدي بقى، كل دي فلاشات. طب وانا هحمل انهي؟ ركز معايا، انا عايزك اول حاجه تعرف تقرا الفلاشه. هنختار فلاشه ونقراها، يعني مثلا لو جينا اخترنا الفلاشه دي اللي قدام، هنلاقيها مكونه من 3 اجزاء. اول جزء اسم الجهاز، يعني ايه 515 اف. ده انت لما دخلت ريكفري حول البرنامج من الموبايل، لقيت الفلاشه مكتوبه كده بالمنظر ده. ففي الحاله دي بقى، اول جزء ده بيمثل اسم الجهاز اللي هو ايه 515 اف. تاني حاجه الجزء اللي بعد كده اللي هو اكس اكس اس، ده كده بيمثل حاجه اسمها البيس باند، اصدار البرنامج. وما ينفعش احمل حروف غير الحروف الموجوده على التليفون. ينفع الاس تحل محل اليو، يعني مثلا اكس اكس يو شغاله، يو 5 هي نفسها اس 5، لو فلشت بدي او فلشت بدي عادي. طيب هنا ال5 ده رقم الحمايه، لو انا عندي على الموبايل مكتوب اس 5، اقدر احمل اس 5، اقدر احمل يو 5، اقدر احمل اعلى 6 او 7، لكن ما اقدرش احمل اقل. يعني لو هو 5 وانا جيت حملت 4، يعني لو نزلنا كده
حملت 3 او حملت 4 وهو 5 اصلا الجهاز عندي وفلشته بالفلاشه دي، الجهاز يموت. يبقى اول حاجه انت لما تيجي تفلش لازم تراعي الحته دي، تراعي البيس باند اللي هو الاكس اكس يو او اس، يمشوا الاثنين. طب لو الجهاز عندي مكتوب على الموبايل زد اكس دبليو، زد اكس دبليو مش اكس اكس يو، وانا فلشته اكس اكس يو، هيفلش مش هيقول لي لا، بس هتيجي تفتح ممكن ما تلاقيش الايميلات بتاعت الجهاز طايره، ممكن تخلي هيبقى اصدار النطاق الاساسي غير معروف، هيحصل مشاكل في الشبكه. عشان كده لازم اراعي الحروف دي. يبقى تاني يا جماعه، اول جزء بالحروف ايه 515 اف ده اسم الجهاز وده موجود عندنا. طب افرض كان يا باشمهندس ايه 515 جي وانا اديته ايه 515 اف، يموت. لازم تراعي اسم الجهاز، لازم تراعي البيس باند، اصدار النطاق الاساسي اكس اكس يو، قلت لك يو تمشي مع اس. طيب الحمايه، هو حمايه 5 يبقى حمل له حمايه 5 او اعلى، ما ينفعش احمل له حمايه 4 او 3 او 2 غلط يموت. طب الجزء اللي بعد كده لا ده ما ده سهل، ده اليوم والتاريخ والشهر مش هيفرق معانا. يعني احنا اللي يهمنا في الفلاشه اسم الجهاز، البيس باند 3 حروف اللي بعد كده، ورقم الحمايه. جميل. طيب بعد ما حملت الفلاشه نسيت اقول لكم حاجه مهمه. إيه... طب افرض وانا مش عارف اخش ريكفري، يعني الجهاز جاي لي مش عارف اخش من الاعدادات، يعني الجهاز جاي مش شغال طبيعي، الجهاز جاي مش شغال طبيعي. يعني ايه مش شغال طبيعي؟ العميل جايب لك الجهاز عليه باسورد على الشاشه، انت مش عارف تقرا الجهاز، لو وصلته بالكمبيوتر الكمبيوتر مش هيقراه او اللابتوب مش هيقراه لان هو عليه باسورد عشان تعرف معلوماته. طب هتخش ازاي؟ ما انت برضه مش هتعرف تخش على معلومات البرنامج، هتخش ازاي ما اصلا مقفول باسورد؟ يبقى في الحاله دي هندخله ريكفري، نقراه من الريكفري. طب نقراه من الريكفري ازاي؟ اول حاجه ازاي ادخل الجهاز وضع الريكفري وهو عليه باسورد؟ اول خطوه تركب كابل اليو اس بي، يعني توصل الكابل، توصل الكابل باللابتوب والجهاز عليه الباسورد عادي. تاني خطوه ثبت ايدك على ازرار الصوت الاثنين، سوري، ثبت ايدك على ازرار الباور، الزرارين الباور وخفض الصوت، خفض الصوت. يبقى تاني انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هو الجهاز دلوقتي واقف باسورد، انت عايز تقراه، هتركب الكابل من اللابتوب للموبايل، هتثبت ايدك باور وتوطيه لحد ما الجهاز يفصل، لحد ما الجهاز يراستر. طب اول ما يراستر، هو كده اول ما يطفي انقل ايدك من التوطيه للتعليه وانت مثبت على الباور. يعني اول ما يفصل الجهاز، اول ما يفصل انقل ايدك من التوطيه الى التعليم، الزرار اللي بيعلم وانت مثبت على الباور، وانت ما زلت مثبت على الباور، وانت
ما زلت مثبت على الباور. هتظهر كلمة سامسونج، عد 1 2 3، شيل ايدك من الباور وخليك مثبت على التعليم. هتظهر كلمة سامسونج على الشاشة اللي هي ظهرت كلمة سامسونج. ساعتها هنعمل ايه بقى؟ هنعد 1 2 3 ونشيل ايدنا من الباور، ونشيل ايدنا من الباور، ونشيل ايدنا من الباور ونثبت على التعليق. هيخش معانا ريكفري، هيدخل معانا وضع الريكفري. طيب هيبقى شكله ايه وضع الريكفري؟ تعال نشوف كده صورة وضع الريكفري. نشوف كده صورة لوضع الريكفري اهو. صورة زي دي مثلا، نكبرها شوية. شوف صورة كده وضع الريكفري يبقى شكلها عامل ازاي. احنا ما زلنا مع الاساسيات. تعالى كده نشوف صورة وضع الريكفري كده. زي ما احنا شايفين الجهاز اهو، لما اجي اقراه من هنا اهو الجهاز A 705 جي. معنى كده ان في A 705 اف. خد بالك هو في اجهزة تانية، يعني مش شرط 705 دي، لازم اقراها على بعضه. اسم الجهاز A70 A 705 اف جي. قلت لك في موديل تاني A 705 اف، موديلين مختلفين عن بعض. طيب بعد كده اصدار النطاق الاساسي اهو. خد بالك عندك الثلاث حروف دول دي جي يو، دي جي يو. خد بالك الحماية كام؟ حماية 1. يبقى انا ممكن افلش حماية 1 او حمايات اعلى. هل ينفع افلش اكس اكس يو 1؟ غلط، البيس باند مختلف. لازم اختار دي جي يو 1 او اس 1 تمشي. يبقى اسم الجهاز هنا ايه 705 جي. طب لو جينا بحثنا كده عنه في جوجل في السام اف دبليو، ايه 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 705. بص ظهر لي اف في الاول اهو، وبعدين اف ان تحت، وبص هكمل جي. بص بقى ايه 705 مفيش جي، جي ام. حتى احنا لو كده برضو رجعنا تاني، لو رجعنا تاني للصورة ايه 705 جي ام، فعلا جي ام حرفين مش حرف واحد. يبقى اسم الجهاز ايه 705 جي ام. البيس باند الظاهر النطاق الاساسي دي جي يو 1. واللي بعد كده ده قلنا ده تاريخ اليوم والشهر والسنة، مالناش دعوة بيه، مش هيفرق معانا في حاجة. طب هرجع تاني كده. هنا يبقى جي ام،
ماشي كده. وهكتب جنبها كلمة فريم وير عشان انزل له فلاشة. فريم وير. يبقى هنا اهو هيدخلني على الموقع المشهور بتاعنا اهو جي ام. موقع فري مجاني وجميل بنلاقي عليه كل الفلاشات. انا بشرح لك ازاي تقرا الفلاشه. احنا كل ده ماشيين خطوه خطوه عشان الناس المبتدئه. اهو احنا قرينا الفلاشه حتى بيبان شكل الجهاز اللي في ايدك وشكل الجهاز اللي قدامك. أهي. طب لا ما فيهوش مصر مش مشكله، خلاص ما فيهوش مصر، خلاص اختار اي حاجه، اندونيسيا مثلا. ينزل تحت كده شوفوا الفلاشات الموجوده. بص يو 5، يو 5، اس 5. طب ده انا معايا 1. يعني بص هنا اربعات اهي. يو 1 تخيل الفلاشه دي تمشي. طب يو 2 يو 2 تمشي. اه تمشي عادي، يعني بدل حمايه اعلى تمشي. طب يو 3 تمشي، اه تمشي. طب احمل يو 5 على طول واخلص نفسي واحدث الجهاز لاعلى اصدار؟ لا بلاش. لو عايز تنقل انقل واحده واحده. يعني مثلا انقله من يو 1 ليو 3 وبعدين فلشه من يو 3 ليو 5. ما تاخدش النقله دي كلها مره واحده عشان الجهاز يحصل فيه مشاكل. انت واخد بالك؟ اه لو انت عايز تحدثه اخر اصدار يعني. يا اما هقول لك طريقه تانية قدام شويه لو انت عايز تحمل ده على طول. احنا هنسحب ملف بت واقول لك ازاي نسحبه ونشتغل بيه. بس خلينا كده خطوه خطوه. انا اقدر افلش الجهاز ده بايه دلوقتي؟ بيو 1 او يو 2 او يو 3، مفيش مشاكل. اهم حاجه التطابق. ايه 705 جي ام ما قلتش اف. طب لو فلشته ايه 705 اف يموت. طب دي دي يو البسبند لو فلشته اكس اكس اس يموت. لازم تطابق البسبند. باكد على كده، تطابق البسبند وتطابق اسم الجهاز عشان اقدر افلش. طب ارجع تاني للصوره بعد ما دخلت الريكفري. ادي صوره الريكفري فيها حاجات مهمه. ساعات الجهاز يجي لك مهنج والعميل عايز البيانات اللي عليه، يقول لك انا عايز البيانات اللي عليه، ما هوش باسورد ولا حاجه، الجهاز شغال بس مهنج. ممكن تعمل وايب كاش بارتيشن دي، يعني تدخله ريكفري وتعمل وايب كاش بارتيشن. اما لو الجهاز اصلا عليه باسورد يا باشا فانت مضطر تفرمت الجهاز، ملهاش حل. وبعد كده نشوف الحمايه اللي على الجهاز ايه، اف ار بي ايه. انت مضطر تفرمت الجهاز. يبقى هتيجي عند وايب داتا فاكتوري ريسيت. وايب داتا فاكتوري ريسيت هم دول بنستخدمهم في الايه، في وضع الريكفري. طب سيادتك امورك تمام، حملت الفلاشه بتاعت الجهاز وعايز تفلش بقى. ايه اشهر البرامج اللي بنفلش بيها سامسونج؟ تعالى كده نشوف اشهر البرامج اللي بنفلش بيها سامسونج. عايز اقول لك بالرغم ان انا عندي يعني بس الحمد لله كل الادوات المدفوعه، الا اني لما باجي افلش سامسونج بختار، تخيل ايه؟ بختار برنامج مجاني اسمه الاودين. احسن برنامج تفلش بيه وتريح دماغي. انا بفلش بيه على طول، تخيل معايا الشميره وبفلش بالاودين. طب شكله ايه برنامج الاودين؟ الاودين وننزله ازاي؟ ببساطه هتيجي هنا، ده برنامج تفتيش سامسونج. هتيجي هنا وتكتب سام اف دبليو انتر، دخلك هنا. بص يا سيدي مكتوب فوق هنا اذر تولز، خش كده عليها، على اذر تولز دي هنا اهو. ايوه واختار من هنا داونلود اودين. داونلود اودين. ثواني كده.
الجهاز مهنج معانا بس في التسجيل. اهو. طيب ماشي. هنيجي قلنا اتمنى يكون التسجيل شغال. هنيجي هنا بعد ما اخترنا الاودين، هننزل تحت كده اهو اودين 3 14 4، 3 14 4. هختار من هنا اهو. وابدا احمل البرنامج. انا عندي بس الداونلود مانجر خلص المدة بتاعته. ثواني اديله مدة تانية. ده برنامج بفعل بيه الداونلود مانجر. هنكمل مع بعض. انا شلت البرنامج اساسا عشان اقولك تحمل ازاي اهو. ادينا فتحة. هنيجي مثلا على الاودين، نحمل اخر اصدار اهو 3 14 4. واجي دايس كده هيبدأ يقول لي احفظه فين. هقول له مثلا احفظه على الديسكتوب. ماشي سيف. سيبه يحمل اهو بيحمل معايا. دان. هفتح. فتح معايا. هعمل له اكستراكت، استخراج فايل. اوك. تمام اهو. هفتحه. هفتح البرنامج. انا بوريك ازاي تفلش اهو. طبعا عندي مشكله في فتح برنامج الاودن، ففتحت برنامج تاني يعني اللي هو سام اف دبليو، برضو من البرامج الجميله اللي اقدر افلش بيها. بختار هنا كلمه اودن منه، وادي الفلاشه. الفلاشه لما بنحملها بتظهر بتبقى مضغوطه. بنفك الضغط عنها بيظهر 4 ملفات. 1 2 3 4 اللي هما دول. بوت لودر، وملف السيستم، وبعدين السي بي، والسي اس سي ده ملف اللغه، والسي بي ده ملف الشبكات. طب انا هعمل ايه؟ كل اللي هعمله انا بدوس اوبن على ملف البوت لودر مثلا، واخش ادور على هيقول لي فين مكان الفلاشه. هقول له مثلا الفلاشه على الديسك توب. نختار اي فلاشه مثلا عشان اوريك بس. وكنت انا عامل فلاشه في اهي. كانت في فلاشه عندي. ده فلاش روت دوت اهي. هتلاقي فلاش 4 ملفات اهي. انا معلم على البوت لودر، يبقى اخش اختار البوت لودر. دوس اوبن. نزلت. هاجي بعد كده اخش على ملف الاي بي وملف السيستم.
هيدخلني هو اوتوماتيك على نفس المكان اللي لسه ساحب منه اهو، الاي بي اهو. الناس المبتدئه انا ماشي خطوه خطوه، معلش الناس المحترفه يعني تستحملني في اول كام حلقه دول. فهنا اهو. طب وبعدين ملف السي بي اوبن، خش على السي بي نفس الاسم اهو، دبل كليك كده هينزل. وبعدين ملف اللغه سي اس سي اهو بس. وادخل الجهاز وضع الداونلود مود، وادوس على كلمه فلاش، يبدا يفلش معايا الجهاز بالفلاشه اللي انا طبعا محددها. طيب ادخله داونلود مود ازاي للناس اللي ما تعرفش الجهاز يخش داونلود مود ازاي؟ سيادتك هتطفي الجهاز، تطفي الجهاز خالص، وهتثبت ايدك على الباور وال على التعلية والتوطية الاتنين مع بعض، وتركب الكابل. وانت مثبت على التعلية والتوطية هتركب الكابل، هيديك شاشة خضراء كده. أول ما يديك شاشة خضراء هتدوس تكة عالية، هيخش معاك وضع الداونلود مود. طب يا هندسة الجهاز أصلا عليه باسورد وأنا مش عارف أطفيه، يبقى هتثبت إيدك على الباور والتوطية وأنت مركب الكابل. أول الجهاز ما يفصل تنقل إيدك من الباور للتعلية، يبقى كأنك مثبت توطية وتعلية. هيظهر لك برضو الشاشة الخضراء، هتدوس تكة تعلية. بعد ما تدوس تكة تعلية هيبدأ يخش معاك على وضع الداونلود مود، يخش معاك وضع الداونلود مود. شكله ايه وضع الداونلود مود بقى اللي هيقابلنا؟ شكله ايه؟ شكله ايه بقى وضع الداونلود مود اللي بيقابلنا ده؟ تعال نشوف كده شكله من الصور اهو. ده وضع الداونلود مود. ادي وضع الداونلود مود بتاعنا اللي فيه هنا بنفلش الجهاز عن طريق قلنا برنامج الاودن او برنامج سام اف دبليو، اي برنامج تفتيش. وزي ما قلت لك تحط الملفات ازاي. عايز هنا بقى اقول لك شويه حاجات مهمه بقى، الناس بقى اللي هي ايه محترفه معانا شويه، خليها معانا بقى كده. ممكن ما تكونش عارفه المعلومات اللي هقول عليها دي. لو انت جيت كده خدت وضع داونلود مود زي ده، في حمايه هنا اسمها سي ار تي ال. شايفينها؟ شايفينها يا جماعه؟ سي ار تي ال مكتوب قدامها قيمه اللي هي زيرو. الحمايه دي اللي هي فيها هنا كلمه سيك اس اي سي وبعدين سي ار تي ال ومكتوب قدامها زيرو. زيرو دي معناها ان انا ما اقدرش استخدم تيست بوينت مع الجهاز ده. يعني في الشغل بعد كده لما اجي اشيل اف ار بي، لو الجهاز ده المعالج بتاعه ام تي كي، ركز معايا انا بتكلم على اجهزه سامسونج اللي معالجاتها ام تي كي. هقول لك تعرف المعالج ازاي دلوقتي. إيه لو كان المعالج ام تي كي ولقيت هنا اس اي سي او اس سي اي، عفوا اس اي سي وبعدين جنبها كلمه سي ار تي ال، لقيتها زيرو، معنى كده ان الحمايه هنا حمايه متفعله، في حمايه متفعله، حمايه نشطه. الحمايه دي بتمنع دخول التست بوينت او انك تتخلص من الاف ار بي عن طريق التست بوينت او وضع الداونلود مود في اجهزه الام تي كي. الجهاز هيموت. طب لو لقيتها واحد مكان زيرو، لا من حقي ساعتها استخدم التست بوينت عادي، ومن حقي كمان استخدم وضع الداونلود مود في اجهزه الام تي كي. يبقى التست بوينت والتست بوينت والداونلود مود مسموح ان انا اشيل الاف ار بي منهم في معالجات ام تي كي لاجهزه سامسونج اللي الحمايه قدامها هنا واحد. اما لو الحمايه زيرو لا، يبقى ما ينفعش. ما ينفعش يا باشا. اوعى تلاقي الحمايه دي زيرو وتعمل تيست بوينت للجهاز. اوعى تلاقي الحمايه زيرو وتشيل الاف ار بي عن طريق وضع الداونلود مود، هيموت الجهاز. كمان لو الحمايه دي زيرو وانت مشغل شميره، ساعات الشميره بتدخل الجهاز اوتوماتيك وضع البروم اللي هو الوضع اللي قلنا بتاع اجهزه الام تي كي.
فانت دلوقتي لو جيت وصلت الشميره في وضع الداونلود مود ودخل معاك بروم، مش هيطلع تاني من البروم، هيعمل لك مشكله وهيحتاج جيتاج وجع قلب. فخد بالك من الحمايه دي قبل ما توصل تيست بوينت. هنتكلم عليها كده كده لما نيجي نشتغل مع بعض اجهزه تيست بوينت، ونتكلم على موضوع الاف ار بي وازاي نشيله بالتيست بوينت، ونحدد الحمايه والتاريخ اللي امتى نستخدم داونلود مود، وامتى نستخدم تيست بوينت، وامتى نستخدم سيرفر. يعني لازم نبقى عارفين كل حاجه لوحدها. هنتكلم على كل حاجه قدام شويه، بس احنا النهارده يعني الحلقه الاولانيه بنقول يا هادي للناس المبتدئه. طب عايز اقول لك برضو حاجه تاني. بص كده معايا هنا. بص هنا الحمايه هنا واحد، شايف الحمايه هنا واحد. ما دام الحمايه واحد، خلاص من حقك ان انت يا باشا توصل تيست بوينت، او انك تستخدم وضع الداونلود مود. طيب حاجة تانية نقول عليها، لو جينا مثلا خدنا الصورة دي، شايفين هنا مكتوب كي جي ستيت، حالة الكي جي. لو لقيت حالة الكي جي دي لوجد، يبقى انت مش مسموح لك تفلش غير فلاشات رسمية. ما ينفعش تفلش ريكفري معدل او فلاشات مش رسمية، مش من سامسونج. انت واخد بالك؟ احنا ساعات بنحتاج نعمل روت للجهاز فبنضطر نفلش فلاشة ريكفري او فلاشة مش غير رسمية. ففي الحالة دي ما ينفعش لو هنا الكي جي لوجد مقفول. لو كان الكي جي انلوجد مفتوح، في الحالة دي ممكن افلش رسمي او غير رسمي. انت واخد بالك؟ طبعا لو انلوجد يبقى انا ممكن افلش ايه افلش غير رسمي عشان خاطر فلاشات غير رسمية، عشان خاطر اعمل روت. وانا هقول لك ان احنا هنستخدم العملية دي بعد كده باستخدام الشمير. هنعمل روت للجهاز باستخدام الشمير، والشمير هتفتح لنا الوضع ده حتى لو كان لوجد هتحوله معانا الانلوجد. تمام. بس الناس اللي بتستخدم ادوات غير الشميره وعايز يفلش فلاشه غير رسميه، ما ينفعش يفلش وحمايه الكي جي لوجد هنا. طيب كده عرفنا النهارده. اقول لك بقى ازاي بقى تعرف المعالج بتاع الجهاز انت نوعه ايه. يعني مثلا لو انت كده جيت هنا، انت معاك جهاز مثلا مش عارف معالجه ايه 515 اف، فانت بتيجي كده تكتب هنا ايه 5، موديل الجهاز اللي جبته من الريكفري او جبته من الجهاز شغال طبيعي، او جبته من حول الهاتف ايه 515 اف، وتكتب جنبها كلمه جي اس ام ارينا، هي تظهر اهي. خش كده اهي جي اس ام ارينا، خش حوالين الهاتف كده، يبدا ينزل، ننزل تحت كده لحد ما نلاقي كلمه اسمها بلاتفورم. بص يا سيدي قدامها كده هتلاقي كلمه شيبسيت اهي، بلاتفورم شيبسيت قدامها اكزينوس، يبقى المعالج اكزينوس. انا حددت المعالج بتاعي. طب جهاز تاني مش شرط ده، ناخده جهاز تاني معانا جهاز ايه 15 مثلا، اللي هو ايه 55 اف، ايه 155 اف، واكتب جنبها جي اس ام ارينا، وابدا اشوف الفول سبيسيفيكيشن اللي هي يعني كل حاجه معلومات الهاتف عن الموديل ده. انزل تحت لحد كلمه بلاتفورم، مكتوب قدام كلمه شيبسيت ايه ميديا تك هيليو جي 99، يبقى الجهاز ده معالجه ميديا تك. يبقى من خلال الجهاز بعرف المعالج. جهاز تالت مثلا لو قلنا ايه 03 7، لا او ايه 03 كور مثلا، او ايه 032 اف. انا عايز اجيب لك جهاز يعني يكون فيه موديل تاني جي اس ام ارينا، يكون فيه معالج تاني يعني غير المعالجات دي. اهو ينزل تحت
ينزل تحت كلمة بلاتفورم يونيسونيك اس سي 9863 يعني سبريد. ده معالجه سبريد. لازم احدد معالج الجهاز يا جماعه اللي هشتغل عليه. اه ممكن في التفريق في التفتيش ما يفرقش معايا، بس هيفرق معايا في تحديد الادوات اللي انا هشتغل بيها في حاله الاف ار بي. انا ازاي هشتغل اف ار بي وانا مش عارف الجهاز اللي في ايدي المعالج بتاعه نوعه ايه؟ كوالكم ولا سبريد ولا ام تي كي ولا اكزينوس؟ يعني انا بتفاجئ بناس تقول لي انا فاتح انلوك تول، معايا جهاز ايه 51 ووصل تيست ومش قاري. طب ما الانلوك تول اصلا مش شغاله اكزينوس، هتقرا معاك المعالج ازاي؟ واصلا الجهاز ايه واحد ايه 515 اف ده المعالج بتاعه اكزينوس، وانت عايز تشيل اف ار بي تيست على انلوك تول او تيست على اي اف تي. ازاي يا جماعه؟ مش فاهم ازاي. واحد اتنين تعلم سوفت وير انك لازم تعرف المعالجات بتاعت الجهاز اللي انت ماسكه في ايدك ده معالجه ايه انت بتشتغل عليه. طيب كده عرفنا النهارده معلومات مهمه، عرفنا ازاي عن اجهزه سامسونج. لخصنا كده الحلقه. اتكلمنا عن المعالجات وقلنا ان في 4 انواع من المعالجات. قلنا اكزينوس وكوالكم، وقلنا معالج ام تي كي ومعالج سبريت، وقلنا اكتر معالجات بنستخدمها هي الاكزينوس. علمتك ازاي تقرا معلومات الهاتف، انك تخش حول الاعدادات لو الجهاز شغال طبيعي، وحول اصدار البرنامج وتشوف الفلاشه الموجوده اللي انت هتحمل زيها، او انك تخش من وضع الريكفري لو الجهاز عليه باسورد وقلت لك الخطوات هتمشي ازاي. طيب قلت لك بعد ما بتقرا الفلاشه بتقسمها مقاطع. اول مقطع ده اسم التليفون، المقطع الثاني 3 حروف اللي بعد اسم التليفون، ال3 حروف اللي بعد كده هما قلت لك ده اصدار البيسباند، وبعد كده قلت لك الحمايه رقم الحمايه، وبعدين اليوم والتاريخ والشهر والسنه دول مش مالناش دعوه بيهم. قلت لك ما ينفعش يبقى الاصدار النطاقي الاساسي اكس اكس يو وانت تحمل زد اكس دبليو، ما ينفعش. لازم تطابق في اصدار النطاقي الاساسي، اليو زي الاس، اكس اكس يو زي اكس اكس اس. ماشي. لو انت عندك الحمايه يو 5 او اس 5 لازم تحمل نفس الحمايه بنفس الرقم او اعلى، ما ينفعش انك تحمل اقل الجهاز يموت. واتكلمنا عن طريقه التفريش باستخدام برنامج الاودن العادي الطبيعي، او سام اف دبليو، ده برنامج جميل برضه ومجاني، برنامج مجاني. وقلت لك ازاي بتحمل الفلاشات على البرنامج وتدخل الجهاز وضع الداونلود مود. وقلت لك شويه ملاحظات في الاخر على الداونلود مود. و يعني كده كفايه شويه المعلومات دول. وان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا مع بعض نخش بقى في شغل الاف ار بي. امتى اف ار بي اعمل فيه، امتى ادخل وضع الداونلود مود، امتى اعمل تيست، امتى اعرف ان الجهاز ده محتاج يترفع من اندرويد 15 ل 16، ولما ارفعه هرفعه ازاي عشان ممكن يموت مني الجهاز وانا برفعه، وامتى استخدم حمايه اندرويد 16 في الاف ار بي، وامتى ما ينفعش كل حاجه ومضطر ان انا استخدم سيرفر. كل الكلام ده ان شاء الله هنشرحه الحلقه الجايه، وبالتوفيق ان شاء الله لاخواتنا كلهم، وكل سنه وانتم طيبين.